قيمي باقيا والمجد فوق الأنجم. أحبتنا الكرام، نود أن نحيطكم علما بأن موقع تنظيم التجديد الإسلامي على الإنترنت يحتوي على أقسام قيمة ومفيدة، منها مكتبة التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، إذاعة التجديد الإسلامي، ومنتدى التجديد الإسلامي. فسارع بزيارتنا على العنوان التالي www.tajdid.net، وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد الإلكتروني التالي www.tajdid.net. ولا تستسلمي فعلى الإسلام. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج حوار في قضية. حلقة اليوم هي فتاوى شنعاء لهيئة كبار العلماء الجزء الرابع، وبطبيعة الحال نحن نناقش يعني قضية يعني العالم وطلاب العلم والفتاوى. نعم دكتور، يعني فعلا يعني مبحث غريب نوعا ما، قضية يعني الفتاوى يفرح بها الأعداء. نعم. فلو تفصل. ذكرنا مثال شاذ تاريخي لك، مثلا في الحالة هذه فرنسا هذه، أهل بولندا معروفين أنهم كاثوليك ويحبون الكاثوليكية، حتى البابا الحالي منهم بولندي. يعني أجروا استفتاءات الناس قبيل دخول بولندا الآن مؤخرا، اللي احتفلوا بها قبل كم يوم، هذه قبل 7 أيام احتفلوا بتوسيع السوق الأوروبية. فسألوا أوساط كثيرة من البولنديين، قالوا إحنا داخلين يعني متجسين خيفة، لأنه نشعر أن دور فرنسا، أن فرنسا لها دور أكبر مما ينبغي في السوق الأوروبية القديمة. وقالوا طيب إيش يخوفكم من فرنسا؟ قال ما يهمنا كثرة عدد، يخوفنا أن فرنسا لديها ميول إلحادية ونحن مؤمنين، فنخشى على ديننا من فرنسا. فهذا كاثوليكي في أوروبا يخشى على دينها الكاثوليكي من فرنسا، وفرنسا كاثوليكية لكنها علمانية. يقول الطبقة الحاكمة في فرنسا طبقة علمانية خبيثة لا دينية، سماها إلحادية. يعني قال هذا ادعاء العلمانية كذب، هم في الواقع ملحدين يتظاهرون بالعلمانية حتى يضحكوا على عوام الناس. فهذا ما خفيت على هذا البولندي، لأنه إنسان مثقف ويحترم نفسه ويحترم بلده. كيف تخفى على شيخ الأزهر؟ وهذه الفتوى ما يستفيد منها أحد إلا الكفار، استخدموا القمع على المسلمين. حسب الناس ما اعتبروا بها، بس احترق بها هذا الرجل. فتوى ابن باز مثل ما اطلعنا عليه، لكن طبعا أي شيء يخفف الضغط العسكري والمقاطعة الدائمة لإسرائيل طبعا تفرح به إسرائيل، ستفرح به إسرائيل لا محالة، وهذا واضح من طبيعة الفتوى. نعم دكتور، في من يسأل يعني ويقول يعني هل قام العلماء بالواجب الشرعي في القضية الفلسطينية؟ قديما ربما بالفتاوى، بس الآن الإنسان مع التطور الأحداث الأخيرة أصبح الحال يشك هذه الفتاوى أن تكون فتاوى سلاطين كذلك، ما ندري هل يفترض عن قناعة ولا ماذا. وإن كان الأرجح أنه عن قناعة، لما فتوى علماء نجد موجودة عندنا في بالمناسبة لنا بحث في الموقع اسمه القضية الفلسطينية، جمعنا في أبواب جوانب الباب كلها إن شاء الله تقريبا. على النت موجود دكتور؟ موجود عندنا في مجموعة ونقح، لا تنقيح بسيط سنضعه قريبا إن شاء الله الصورة منقح، لكن هو الآن جيد إن شاء الله. ففيه فتاوى علماء في الثلاثينات الميلادية. ذيك الأيام كان في بن قعود وأقصد بن إبراهيم وبن عتيق وغيره، يعني من الفحول المعروفين اللي بعضهم حتى كفر عبد العزيز بعد ذلك، وله رسالة ما زالت مخطوطة. فهذه إذن يعني ممكن نقول هؤلاء فحول على الأقل، مهما كان محدودية الحال ومحدودية النظر، لكن على الأقل الإخلاص والحمية موجودة. فاسمه ذي يعني مثلا لسعد بن عتيق مثلا جملة يقول فيها، بيتكلم عن السلوم البادية وعاداته وكذا. واحد قال يعني إذا بطشنا بهذه بشدة صارت في فتنة وتقاتلت البادية والحاضرة، فنضطر يعني نرجع إلى ما تقول عادات القبلية جزئيا منعا من القتال والفتنة. قال الوقوع في الكفر بتحكيم الحكم بغير ما أنزل الله أعظم الفتنة، فحتى لو فنيت البادية والحاضرة فلا بد من الحكم بما أنزل الله، خلافا لهؤلاء الذناب آل سعود الآن اللي يقول لك لا الفتنة والعراق فيها الرايات ملتبسة. هذا يا حبذا لو يبعث سعد بن عتيق حيا حتى يرى ما يحصل الآن من تلاميذ اللي يدعون السلفية ويدعون اتباع الدعوة الوهابية. على كل حال، فهذيك الفتاوى كانت في عصر في شيء من الفحولة، وكانت الدولة العثمانية إنما سقطت عن قريب وليس لها مدة طويلة، فاحتمال تكون تلك الفتاوى متينة ورصينة. في العصور المتأخرة فتوى إن جنحوا للسلم فجنح لها معروفة حقت مصر، وفتوى بن باز الذي لا نعرف لها، ما نعرف الآن ما طلع على نصها، مش في نصها الرسمي، كانت في الصحافة يعني. ما المشكلة قد يكون نقل شفوي، لو كانت مأتية بشكل منصوص به أو في من هيئة كبار العلماء بنصوا عليه أختام كل واحد، لأن البعض يزعم أنه قالها مجرد هدنة مؤقتة، لم يقل بصلح أبدي. يوجد دكتور شريط موجود معنا بالأرشيف، شريط صوتي، والشيخ نراجعه إن شاء الله.
لا أنا بن زعير يعني يناقش الدكتور، يعني يناقش الشيخ بن باز، نراجع. أنا أتذكر بعض الجامعين هنا في لندن، حتى لندن لا تستغربوا، حتى لندن فيها جامعية، نعم فيها جامعية، ناقشني في هذا، قال الشيخ ما أفتى بالصلح الأبدي أو بالصلح الغير محدود مع الإسرائيل، إنما قال بهدنة مؤقتة فقط، إيقاف القتال. قلت إذا كانت الهدنة أبدية فلا فرق بين الهدنة هي إيقاف القتال لأجل، إن كانت أبدية فهي صلح. شو الفرق بين الهدنة والصلح؟ إذا كان أوقفنا القتال لأبد هذا هو الصلح، وإذا كانت أبدية معناها أقرت لهم بنهبهم لفلسطين، وهذا لا يجوز إقراره شرعا أصلا. وإنما إيقاف القتال لفترة معينة يستجمع فيها المسلمين قواهم أو يراعون ظروف دولية معينة، هذا أمر ليس به بأس، ولسنا بصدد أن نكون يعني مثل المخبولين هؤلاء الذين يزعمون خلاف ذلك. نعرف الحمد لله الأحكام الشرعية، لكن الإشكالية هو الصلح، بحيث تقر إسرائيل على ما أخذته من فلسطين أنه حق لها، مع لا خاص لها بل حق إلى الأبد، وهذا لا يجوز، ليس حق لها، ومحال أن يكون حق لها، ولا يستطيع حتى أهل فلسطين ما يستطيع أن يتنازلوا عنه. دع عنك مفتي الديار السعودية كما هو محرر في موضوع القضية الفلسطينية. دكتور، أحد الأخوة هنا على النت يعني له يعني مش تعليق هنا، يقول يعني يرجوك أن تخرج من بريطانيا إلى بلد إسلامي حتى يعني تعطي دعوتك مصداقية. احنا نقول بالعكس، طيب اقترح لنا بلد اسلامي، هات لنا بلد اسلامي نامن فيه ونستطيع ان نقول ما نقوله الان. نعم، هو يسمع الان وعله يعني يعطينا بلد اسلامي. هذه التي كان فيها جماعه من الاخوان المسلمين كانت تستروا بالقاب اخرى، الترابي وجماعته، لكن للاسف الانتهازيه قضت عليهم واهلكتهم. كان عندهم الشيخ المجاهد ابو عبد الله وسام بن لادن، وحتى ذاك الوقت ما كان مشغمس في اي اعمال عسكريه ذات بال، معروف كان عمله السياسي، وكان له مكتب سياسي هنا، بقي سنين يمارس العمل السياسي المحض المجرد من دون أي أعمال قتالية، مع كذا شلحوا طلعوا من البلد. نعم. في أمر آخر دكتور أيضا، يعني نفس الرجل يعني له تعليق آخر، يعني يخشى أن تغدر بك الحكومة البريطانية وتسلمك يعني للدولة السعودية بمناسبة الأحداث الأخيرة. والله وارد، لكن الحكومات الموجودة في العالم الإسلامي أغدر، هي نفسها إياك نعبد وإياك نستعين مثل ما يقولها الحجاز. لا، هو هنا على الأقل توجد إجراءات قانونية وشكليات. وعلى كل حين سمعنا أن الحكومة ضغطت على والد الشهيد مصطفى الأنصار رحمة الله عليه، واضطر عليه وذا خرج على أن يكون سيرفع قضية ولا يقول إن شاء الله على يدك، عسى الله عساه يرفع قضية. وطبعا إذا رفع قضية لابد أن يكون شهادته لها دور، يعني حيفيد أنه نسعى كان اتصال مع ولده، لازم يجي هنا دكتور، فلازم يجي. إذا جاء هنا يكون علما غانم إن شاء الله. إن شاء الله تشوفون إن شاء الله انضم إلى إذاعة التجديد. قد يطلب اللجوء السياسي دكتور أيضا. طبعا هو ما قال هلا هكذا، فحيكونوا في ورطة. نعم. البعض يقول دكتور أنه يعني في أثناء من خلال المقابلة يعني ذكر الرجل أنه لم يصلي على ابنه، فالبعض يعني استدل يعني انه هذه دلاله على ان ابنه شهيد، فهو لا يصلي على ابنه يعني، او لا يعني هذا من باب التوريه، لا قال ما صليت عليه يعني كانه كافر، والفاهمين يفهمون كانوا شهيد. هذول النوعين ما يصلى عليهم. فعلى كل حال يعني فما ادري التوريه، ما نبغى نحرج الرجل، لكن اذا هذا فانا احسب انه يعني طبعا ممكن ياخذ افادته امام القضاء السعودي وتسلم لها، ونفسها نطعن فيها أن القضاء السعودي غير مستقل، وأن المملكة العربية السعودية سمعتها سيئة في الجوانب القانونية، نطلب أن يأتي الشاهد له هو نحوه، فإذا جاء إن شاء الله يكون خير، لعله يذيع عليكم يسمعون صوته في ذات الإصلاح. لا هذه كلها نكت يعني. لكن في هذه البلد على الأقل توجد بعض الشكليات القانونية ممكن مراجعة الأمور وكذا، وأثبتت فعلا يعني، وهذا ليس مدحا في الإنجليز، ولا هم أعداء الإسلام وأخبث أعداء الإسلام هم اللي هدموا الخلافة، لكن في الحقيقة في احترامهم لنظامهم، وهذا يدل على ارتقاء أمة بالأمة أن تحترم ما تعتقده أكثر بكثير من احترام الفرنسي. مثلا الفرنسي مؤخرا إحدى الأئمة تكلم عن الزنا ورجم الزانية وإلى آخره، فشلحوه ودوه الجزائر، ثم جاءت عملية قضائية وطلبوا رجوعه، فظهر رفض يرجع الرجل، يعني كان أعز منهم. فمثل هذا التشليح والترحيل بدون أي فحص قضائي اللي يحصل في فرنسا، غريب فرنسا أم الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان تدهورت بهذا الشكل، لا يعني في بريطانيا مستبعد جدا. دكتور، أحد الأخوة يقول يعني ثقافة الحوار بين طلاب العلم مفقودة، فما هي أسبابها يعني؟ ولذلك من يعني كما نفهم كما نعرف الآن الردود يعني بينهم يعني البين مذكرات وكتب ومؤلفات يعني. هذا مرض قديم، بعضه نشأ من التقليد وتعظيم مشايخ معينين، فمن خالف شيخي فهو حتى وصل الأمر في عصور الانحطاط أن يأتي إحدى الأحناف أن يقول إذا اجتمع المسيح بن مريم عليه السلام فسيحكم بمذهب أبو حنيفة، يعني المسيح بن مريم عجز يعرف ما أراد الله ورسوله مباشرة بالوحي، هو نبي طبعا، هو فنبوته ثابتة إلى أبد الآبدين، النبي لا تنتهي نبوته بالموت أو بالرفع إلى السماء، فكيف يحتاج مذهب أبو حنيفة ولا مذهب أحمد بن حنبل، لكن العصبية المذهبية. فنشأ منها. الثاني عقلية
الإرهاب الفكري، أنه إذا عجزت عن المناظرة التفصيلية. دكتور الآن الكلام هذا يعني بين أصحاب نفس المذهب دكتور يعني، صحيح، أو المدرسة الواحدة. نعم. فيصير الآن لأنه ما بنيت على ثقافة التفكير والنقد والدراسة التحليلية، إنما بنيت على الشتم والتبديع والتضليل والإرهاب الفكري. فلا بد من القضاء على هذه والتعود أن تدعي ادعاء ائتني ببراهينك، وإن أمكن لأنك طالب علم ما أنت عامي حتى تجيبها شفويا، كما في مذكرة مكتوبة حتى أنا أرد عليك مذكرة مكتوبة بالتفصيل. نعم دكتور، أيضا ويكون رد موضوعي. نعم، قبل أن نأخذ مداخلة الأخ أبو عبد الرحمن بعد دقيقة، السؤال الأخير الموجود يعني بين يدي يقول يعني السائل تعليقا يعني للأسف يا دكتور محمد يعني تعامل طلاب العلم والعلماء مع الناس فيه استعلاء أجوف. نعم. فما هو السبب يعني؟ هل نعم والله أعتقد هذا برضو ناشئ من العقلية الكهنوتية. قد يكون القلة دكتور أو الأغلبية أو وليس الجميع. والله أنا ما لاحظت يعني أيام على خبر احتكاكاتي كانت مع كثير من طلبة العلم، ومن هو الاستعلاء الأجوف تلاحظه بالذات من المشيخة في القضاء في جفاء في مجلس القضاء وإساءة التكلم مع الناس. أنت يا هذا، أنت يا رجل، والمرأة يا مرأة يا مرأة، هذا كلام لا يليق يعني. ما في يا أخت يا سيدة يعني ألفاظ تدل على. يمكن قد يكون في بعض أماكن دكتور يعني الطبيعة والمناخ قد تكون لها دور يعني. وهذا يعني في طبعا عند الفدادين رعاع الإبل في نجد أكثر ما هي في الحجاز. ومثلا إذا نظرت حتى للتلفزيون أنت بس انظر لفتاوى السدلان وكيف شتم المرأة ذيك مسكينة اللي اشتوت معاه مشاهدة. هذا مثل يعني واضح. بينما هذا اللي في اليمن اللي دائما يقلب الجيم جيم وكذا، هذا لا رقيق صحيح. وناعم وكذا. فلا شك طبعا الإيمان يماني والحكمة يمانية وليست نجدية للأسف الشديد. ففيه غلظة وفي جفاء وفي قسوة، لكن برضو أحيانا يكون هذا التغطية على نواحي من القصور الذاتي، فالتعالي لمنع الناس من الاقتراب والأسئلة أسئلة محرجة، فيريد أن يبقي مسافة. طيب إذا كان في العالم في نجد والعامي من نجد دكتور يعني ويتعالى أيضا مصيبة. لكن عاد يعني ننصح العامي في نجد انه يشيل معاه مشعاب ويؤدب العالم المتعالي، يقول يا اخي ان كان تبي تفتي علينا بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان اكثر خلق الله تواضعا وألين خلق الله، تأخذ المرأة بيده وتذهب إلى حاجتها، وهو رئيس دولة ومسؤول عن دين ومسؤول عن أمة والى آخره. فتراجع يعني هون شوي من هالنفخة رحمك الله وسلمك الله، ما في إلا كذا. لا أعتقد هذا يستمد العالم يعني أو الشخص المتلبس بهذا الاستعلاء دكتور. نعرف الاستعلاء يكون بالإسلام لا أعتقد ما يظهر العزة المسلم يعني تظهر على المشركين، ما تظهر على المؤمنين أصلا ولا على عامة الناس. وإنما اللي يظهر لي هذا أنه نوع من الشعور بالنقص الداخلي. كأي واحد متكبر عادة يشعر بنقص فيريد أن يغطيه بالاستعلاء والنظر بجوفاء المتعالية فقط لا غير. فهذا دليل على أنه يشعر شعوريا أو لا شعوريا بعقدة نقص، فيريد أن يبقي مسافة عن الناس حتى يبعدهم عن إحراجه. فإذا عملهم ببرود استعلاء ما تجرأ الناس يقتربوا منه إلا الضرورة القصوى، وإنها سلمة من إزعاجاتهم ومطالبهم وأسئلتهم المحرجة. نعم. نأخذ الآن الأخ أبو عبد الرحمن على النت دكتور. تفضل الأخ أبو عبد الرحمن، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي طال عمرك، أشرت قبل قليل إمكانية أو عدم إمكانية خروج بريطانيا على أساس النظام. طال عمرك يعني من ألاحظ من حديثك ولقاءاتك يدل على أنك مؤيد للقاعدة أو مؤيد كأقل تقدير للشيخ أسامة بن لادن، فهل هذا يسبب إحراج لك أمام السلطات البريطانية؟ شكرا يا شيخ. والله هو سب أو يعني بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. يوجد دكتور يعني فرق 5 ثواني تقريبا. تفضل دكتور. نعم. ما الواقع هو الإنسان الأمور هذه يعني أذكر مثل الشعبي أنه القصة المشهورة للرجل اللي يوم وصوه يعني يجب أن ترهب المرأة من يوم العرس، فدخل في ليلة العرس بدل ما يتفرغ للزوجة ومداعبتها جاب قط وذبحه قدام زوجته للإرهاب. يعني تقول لك اذبح، يقول لك على مصر يقول اذبحه وسيح دمه وخلاص، يعني أسل دمه وترعب وخلاص. اللي حصل أنه عندما في أول مناسبة كان تقريبا مرور سنة على أحداث 11 سبتمبر، فكان في مسجد فيسبري اللي هجمت عليه قوات الطوارئ البريطانية وخربته، إلى الآن ما زال مسكوك للأسف الشديد بسبب إساءة التصرف بل وخيانة بعض القائمين عليه من مجلس الأمناء كراهة لأبو حمزة وغيره. المهم فكان في السنة في المناسبة الأولى للمسجد هذا كان في مؤتمر هناك حضره العبد الفقير والأخ الشيخ أبو محمد عمر بكري محمد من المهاجرون، والأخ الشيخ أبو حمزة المصري،
وكذلك الأخ أبو عمار ياسر السري ومجموعة أخرى، وجاءت والله عشرات الكاميرات والى اخره. وكان في تفاوت وجهات نظر، علقوا بوجهات. حمزة طبعا ما زال يعني يشكك في أن العملية في أصلا في نيويورك من عمليات